أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. أنا هشام صاحب قناة عدسة الشارع. النهاردة أخوكم في الجولة الأخيرة في بيت الكاراتلية، وتحديدا في قاعة الاجتماعات. فلو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من جولاتنا ورحلاتنا. وإنني أدعوكم للاستمتاع بالفيديو وأرحب بمقترحاتكم للرحلات القادمة. فلا تنسونا في التعليقات حتى ألبي جميع مقترحاتكم. وبيت الكريتلية، ما هو بيت الكريتلية؟ بيت الكريتلية هو بيت أو سبيل محمد بن الحاج سالم الجزار، أو حاليا يعرف بمتحف جاير أندرسيون. يتكون المتحف من بيتين، هما بيت محمد بن الحاج سالم وبيت السيدة آمنة بنت سالم كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، ويربط بينهما أنطرة. ويعد هذان البيتان من الآثار الإسلامية النادرة والثمينة، وتنتمي إلى العصر المملوكي والعثماني. ويقع البيتين في أحد أعرق شوارع القاهرة القديمة، شارع وميدان أحمد ابن طولون في حي السيدة زينب. ونحن الآن أمامنا، أو كما نشاهد دلوقتي، دي قاعة الاجتماعات، وهذه تعتبر فسقية أو نافورة من الخزف. وكما نشاهد أمامنا هذه فسقية، وهذه بعض الكراسي التي كانت تعد لاستقبال الضيوف للتشاور والحديث في الأمور العديدة. وهذه تعتبر زي كنز صغير كده أو حاجة كده كانوا بيشيلوا فيها المخطوطات. ونجد أمامنا بعض التحف النادرة التي كان يجمعها جاير أندرسيون في ذلك الوقت من العصر العثماني والعصر القديم. ونجد في هذه الغرفة بعض مقتنيات من آثار إسلامية وعثمانية قديمة جدا. وزي ما انتم شايفين دي كانت قاعدة صغيرة في ترابيزة أرابيسك وكراسي، يعني تعتبر من الأشياء النادرة. ثم أدعوكم للاستمتاع بالفيديو وأرحب بمقترحاتكم للرحلات القادمة. فلو عايزين حضراتكم نصور مكان أو فيديو عن مكان معين ارسلوا إلينا في التعليقات حتى ألبي جميع مقترحاتكم. دمتم ودامت أوقاتكم بكل خير.